بسم الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة دايما يا رب. النهارده هنعمل دريل بنفس قص الجيبه. كنت انا عملت لكم قبل كده. احنا هنا معانا متر ونص من القماش لسكوبه، بس عايزه اقول لكم القماش السكوبه فيه منه درجات، ودي درجه رديئه جدا. انا قلت لصاحبه القماشه كده برضو صرحتها عشان ما يضحكش عليها مره تانية. احنا هنا بنحط البورسون على البورسون، واتجاه المطه احنا بنشتغل بيبقى هي في العرض. الاتجاه المطه بناخد الاول اللي انا بقيسه ده مسافه من الجنب اللي هي بتبقى خياطه من ورا. هنعمل الجزء اللي تحت ايد ورجل. تمام كده. انا لغايه دلوقتي كنت عامله حساب ان انا هعملها سوسته، بس انا جات لي الفكره ان انا بدل ما اعمل سوسته من ورا. طب هي فيها السلوبيت بيبقى فيه قماشه من قدام ومن ورا، فقلت ما ينفعش من الجنب. فانا بصراحه قفلتها وعملتها شكلها. خليكم معايا بس لاخر الفيديو انت تشوفوا في الاخر طلعت ايه. بناخد الطول وبعد كده ناخد دوران ربع دوران الوسط، وبننزل 15 سنتي عشان دي بنت عندها بتاع 12 سنه كده. انا بقول لكم من غير ارقام عشان كل واحد حسب مقاسه، يعني بقول لكم الطريقه، لكن الدرجات او المقاسات دي حسب كل واحده. دلوقتي المقاس اللي انا باخده دون الوسع بتاع الديل من تحت، ده تقدير منك بقى للبنت، او ده تقديرك للقماش، ده براحتك خالص. وبعد كده بوصل من عند نقطه الاكبر حجم بالمسطره كده على طول لتحت عند الديل. تمام كده، عشان ما حدش يقول ان انا ما بحطش درجات زي عادتي في الفيديوهات. انا يهمكم ان هو الطريقه بس. دلوقتي انا باخد بقى من عند، بحدد البنسه ازاي. بقيس ربع دوران الوسط، بقسمه بالنص برضو تاني، وبعد كده اعمل علامه وانزل تحت بتاع 12 سنتي اللي هي طول البنسه، وبعمل علامه من الجنب دي اللي هي ال4 سنتي الاساسيه اللي احنا بناخدها، اللي هي زياده الخياطه. دلوقتي احنا يعتبر خلصنا الجزء الامامي الخلفي، الجزء الخلفي للجيبه، للجزء اللي تحت من السلوبت. تمام. طبعا بقلب القماش بالعكس، اللي هي زي ايد ورجل، بيبقى الديل بتاع الجزء الخلفي بعمل عنده الوسط. انا الجيبه دي هعملها بكسرتين من قدام، فانا بقيس المسافه بتاع اللي هعملها 8 سنتي او 10 سنتي، فانا بقيس المسافه اللي هي الجزء ده هيقضي بالكسرتين قد ايه عشان ما اهدرش قماش. تمام. فلقيتها تقضي 10 سنتي الكسره الواحده، وكمان المقاسات بتاعت الجيبه العاديه الخالص. طبعا انا عملت خط من فوق بالظبط كده، وبعد كده خدت ربع دوران الوسط. انا دلوقتي اعمل لكم الامام من غير كسر خالص، طالما لقيت فيه مسافه من الجنب، يعني عشان ايه ما حدش يتلخبط. عشان الجيبه اللي فاتت انا عملتها دخلت ال8 سم من ضمن المقاسات، وممكن يكون حد اتلخبط. فانا بعمل المقاسات بتاعتي الطبيعيه خالص اكنها ما فيش كسره. باخد الطول بتاعي، وبعدين حددنا فوق ربع دوران الوسط وربع دوران اكبر حجم، والديل من تحت اهو. انا طبعا عارفه الديل الناحيه التانية قد ايه، فانا بعمل الديلين قد بعض، واوصل من عند نقطه اكبر حجم لحد الديل من تحت. في مسافه طبعا اللي هي ما بين فرق الخياطه ما بين الخط اللي احنا عملناه الاخراني. فانا بشوف بقى ايه المسافه البنسه اللي انا بوريها لكم دلوقتي. باخد النص واحدد مسافه البنسه اللي هتبقى نفس مكان الكسره، دي اللي هتبقى نفس مكان الكسرة. فانا الكسرة كام؟ 10 سنتي. فانا هطلع بقى بره الخط ده، هي هتبقى كده مفتوحة كده. فانا هعوض الكسرة من بعد الخط بتاع الجنب بتاع الامام اهي بالظبط كده. هيديني بنفس الدوران، هقيسها كده من فوق سواء 8 سنتي او 10 سنتي زي ما تكون. بنفس الطريقة دي بزودها لتحت ال8 سنتي او ال10 سنتي. تمام اهي. دي كده انا عوضت الكسره وطلعتها من بره خالص، بس رسمت بنفس دوران الجناب بالظبط. تمام. احنا كده يعتبر خلصنا اهي. وبرضك الواحد سنتي احنا بنعمل هنا الواحد سنتي لفوق. انا بسيب مسافة من فوق عند خط الوسط، عشان من الجناب في الجيبة او المناطيل بتبقى الجنب اعلى من الامام بواحد سنتي او 1.5 سنتي زي ما انتوا شفتوا كده، وانا بقص بميل لفوق شوية. طبعا في مسافة خياطة انا اخدتها اهي، عشان في زيادة ما بين الخياطة الخلف. انا مزوده خياطه مسافه الخياطه، كان في برضو توسيع تاني، فانا قصيتها بالنص ما بين الامام والخلف. دلوقتي انا هقص خالص بقى وافصل الامام عن الخلف خالص.
دلوقتي انا فصلت الامام، ودلوقتي الخلف لسه موجود في بقيه القماش، فانا هحط الامام على الخلف عشان اشوف ان انا ماشيه مظبوط بالظبط في الطول، ومع 1.5 بتاع الجناب اللي هو من فوق عند الوسط، الاتنين ماشيين مع بعض بالظبط زي ما انتوا شايفين كده اهي. وهدي دوران بسيط من عند الديل من الجناب برضو، هطلع بتاع 3 سم او 2 سم على ما فيش كده. يعتبر احنا خلصنا الجزء اللي تحت كده. بعد ما خلصنا هنجيب بقى بقيه القماش وهنطبقه كده بنفس الوضع كده على 4. ليه؟ لان انا كل قطعتين هبقى متبطنين طبقتين للجزء اللي قدام، المربع اللي قدام والمربع اللي ورا. انا دلوقتي حددته المسافه بتاعته قد ايه، دي ملهاش مسافات ولا ملهاش مقاسات، انت عايزاها. فانا عاملاها من اول البنسه للبنسه اللي جنب منها طولها، تمام، وقصيتهم. دلوقتي بقى بعمل ايه؟ الحماله اللي هي بتاعه السالوبيت، تمام. ده كله من النص متر زي ما انتوا شايفين كده اهو، 2 وفصلتهم يكونوا قد بعض عشان لما اخد المسافات بتاعتي تبقى مظبوطه، تمام. وبالحته الباقيه دي هطلع منها القمر، يبقى كده السالوبيت خلص كقص. بعد كده هنروح نخيطه. اول حاجه هنبتدي بيها الخلف من ورا، هنقفل الخياطه اللي احنا عاملينها، اللي احنا سايبينها وكنا هنعمل فيها سوسته. طبعا انا مخططاها، فطبعا لما امشي على الخطوط اللي انا عاملاها بتدي خياطه مستقيمه ما فيهاش اي مشكله خالص. هنا بقى بحدد مكان البنسه، بعمل علامه على الرقين عشان الاتنين يبقى مكانهم مظبوط، وباخده على مسافه 12 سم لتحت. هي 2 سم العرض و12 سم للبنسه من تحت. بخلصها وابتدي اجيب بقى الامام عشان اعمل الكسره. انا طبعا عامله فرد خياطه، فجيب الفرد يعني شق صغير كده، بجيبه الشقه على الشق، وبعد كده بدي خياطه مستقيمه ل10 15 سم بس لتحت عشان اثبت الكسره وتديها شكل، ما تكونش مفتوحه كده من عند البطن، تمام. واعمل الكسره اللي بعد منها اللي هي الجنب التاني برضو نفس الوضع، وهتبقى بالشكل ده اللي انتوا شايفينه كده. بديها بقى، بعمل الفتحه بتاعتها بتبقى ناحيه اللي بره، ناحيه الجناب، عشان يبقى كل كسره عكس التانية، تمام اهي. واثبتها من فوق واديها خياطه شيمه كده بالعرض من فوق كده، عشان وانا بركب الكاميرا ما تضايقنيش. وبرضك خياطه بالطول كده، اثبت بشيمه صغيره كده على الخياطه بالظبط على حرف واحد بس. الجيبه اللي انا عملتها قبل كده كنت عامله خياطتين ليها، بس ده عشان سالوبيت وكده، خياطه واحده بس تكفي. يعني اللي عايز يعملها خياطتين مش مشكله، يعني براحته خالص، دي حاجه تبع كل واحده عايزه ايه. بس دي طفله صغيره يعني مش هتضايق في حاجه زي كده. دي كده خلصت الامام، واجيب بقى الامام على الخلف واخيط الجناب عادي خالص من بدون اي حاجه. طبعا انا الوسط اللي فوق انا مش واخده ربع الوسط ومزوده الخياطه عشان انا هحط فيه استك. بعد ما خلصنا الجناب هنيجي بقى للجزء المربع اللي انا قصيته قدامكم كده. انا فردته عشان اعمله على القلبه، اعمله على القلبه واخيطه من الجنبين، وتحت الجزء اللي تحت ده هيبقى مفتوح، ده اللي هيشبك في الكمر. اخيط كل واحده الاتنين مع بعض، وطبعا مقاسات واحده عشان وانا بعد ما اخيطه هوريكم ازاي ان طلعت المقاسات مظبوطه جدا. اخيطه بس اخيط الناحيه المقفوله من فوق هتبقى اضيق اقل من الجزء اللي تحت، زي الصدر كده بيبقى من عند الوسط كده بتبقى عريضه، ومن فوق كده هتبقى نازله على اقل شويه زي ما انتوا شايفين كده. انا بقصها عشان اظبط الاتنين مع بعض كده. انا بقفل الجنبين لكل واحده فيهم، وبقيس المسافه اللي فوق المقفوله دي ان الاتنين قد بعض ولا لا، عشان لازم الاتنين يكونوا مظبوطين. بعد كده اقلبها واديها شيمه كده على الحروف حوالين المربع، اللي اسيب الناحيه المفتوحه دي زي ما هي عشان هثبتها تحت في الكمر زي ما قلت لكم. بثبت الاتنين كده، بثبتهم بشيمه زي ما قلت لكم. يا ريت اللي وصل معانا الفيديو لغايه دلوقتي بيتفرج يعني على الفيديو، يا ريت ما ينسناش في لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلوا كل جديد باذن الله. ويا رب اكون قدرت اوصل لكم معلومه وتقدروا تستفيدوا. لو حد عايز اي استفسار يكتب لي في التعليقات، وربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم باذن الله. بعد ما خلصنا الجزء اللي هو بتاع الصدر المربع، بنعمل الحزام اللي هو بتاع السالوبيت، اللي هو من فوق رابط ماسك من الخلف للامام من على كتفه من فوق، اللي بيتحط فيه الزرار.
احنا كده هنا قلبناه وعملنا له شيمة من على الطرفين زي ما انتم شايفين، وهيبقى شكله كده وهو ملزوق في الجزء المربع ده. احنا هنا بقى هنركب الكمر في الجيبة. طبعا احنا مش عاملين لها سوستة، عاملين لها مقاس اوسع عشان دي هتتركب من غير سوستة. هيتحط لها استك من الجنبين في الحتة الفراغ. تمام. فاحنا بنجيب الكمر، بيبقى طول الدوران بتاع الوسط، وعرضه في حدود 10 سنتي كده. انا خيطت من البداية والنهاية وعلى الطرفين كده اروح عشان اعرف اذا كان في زيادة ولا قليل القمر. بشوف من بداية النهاية، من بداية الخيط للنهاية، وبعد كده بقفله بيديني كده مظبوط. اروح اكمل قفله واروح اتنيه لجوه كده. هي طبعا المسافة كبيرة بس انا ببقى احتياطي بسيبها حرة كده. ادبسه كده عشان يتظبط معايا ما يبقاش ملوح بالدبابيس. وبعد كده اجيب قطعه الاستيك من البنسه للبنسه، يعني انا عامله بنستين ورا وبنستين قدام، اشوف خط الجنب واشوف ان البنسه اللي من ورا الاولانيه والبنسه اللي من قدام الاولانيه، واجيب استيك اقل منهم بتاع ايه 5 سنتي او حسب الكشكشه اللي انا عايزاها، واثبته كده في القمر الاول في المنطقه اللي انا محدداها، واثبته كده. وبعد كده عشان لما اجي اتني القمر بيبقى الاستك جواه واقفله كله مره واحده. عايزه انبه بس ان لما بحط الاستك بحط السنتي اللي انا مخيطاه من جوه برفعه لفوق واحط عليه الاستك، عشان انا كده كده بدخل الحته دي لفوق وادوس عليها القمر. فبرضو نفس الوضع وانا بحط الاستك، واظبط بايديا كده واعمل شيمة صغيرة خالص من على شوفوا لو لاحظتوا الخياطة على الحرف خالص. دلوقتي انا بشد اهو اللي على الاستيك وبخيط عليه بالمنظر ده كده، واكمل الكمر كله. الخطوة المهمة اللي انا بظبطه بالدبابيس الاول عشان ما يبقاش الكمر ملوح مني. ليه؟ لان لو طلع ملوح مش هعرف اثبت فيه الجزء اللي انا بثبته ده. تمام. فانا بجيب اول قطعه، بخلي القطعه المفتوحه من تحت في الكمر من جوه، من عند البنسه للبنسه، من قدامه برضو هعمل القطعه التانية من البنسه للبنسه في الجزء الخلف. وانا بثبتها كده هدبسها بدبابيس الاول عشان انا هديها خياطتين، خياطه من فوق من على اول الكمر، وخياطه همشيها مع الخياطه بتاعه الكمر عشان ما تدينيش شكل مش كويس بالمنظر ده كده. ثبت اول قطعه وانا بثبت القطعه التانية. طبعا واضح لكم ان التليفون اللي هو عند المكنه ده ان في حد بيرن عليا، بس برضك عشان مندمجه في الخياطه فما ردتش. دلوقتي احنا خلصنا القطعتين المربعين اللي فوق، وطبعا لازم اقيسهم من على الطرفين كده بالظبط عشان ما اكونش ان انا مدخله الجزء اللي جوه القمر مدخلاه لتحت والناحيه التانية مدخلاها عاليه لفوق. لا، لازم الاتنين يكونوا مقاس واحد. دلوقتي انا بثبت الحزام اللي هو بتاع الكتف، الجزء المفتوح ده انا ده اللي بثبته في الظهر، واجيب الجزء اللي فوق ده متشطب ومتخيط ومقفول بحطه كده عشان الزرار هيبقى في القطعه اللي فوق في المربع. وده كده اهو بالمنظر ده كده. كده يعتبر احنا خلصنا السالوبيت زي ما انتم شايفين كده الاستيك. يا رب اكون قدرت اوصل لكم معلومه، وادي شكله في الاخر، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.